الست دي عندها صاحبة أكتر من أختها، كل ما تحتاج حاجة تجري عليها. في يوم من الأيام احتاجت فلوس سلف، كلمت صاحبتها وقالت لها إنها محتاجة فلوس دلوقتي حالا ويا ريت تجيبها لها بنفسها. فعلا صاحبتها ما كدبتش خبر، راحت لها مكتبها بسرعة. أول ما دخلت مكتبها لقيتها قاعدة بتشرب شاي، حبت تهزر معاها وتضحك معاها. قالت لها ما انت حلوة اهو، امال بتستعجليني ليه؟ احنا رايحين نتعشى، تحب تيجي تتعشي معانا؟ فردت عليها وقالت لها لا انا مش فاضية، انا ورايا حاجات مهمة. اخوها كان معاها، قال لها طيب مش هتاخدي منها ايصال بالفلوس؟ قالت له ايصال ايه؟ انت اتجننت، دي اكتر من اختي، هو في الكلام ده بيني وبينها؟ واخدت اخوها ومشيوا. بعدها بيومين صاحبتها راحت لها المكتب، طلبت منها العربية بتاعتها. قالت لها حاضر هديها لك. فطلبت من اخوها ويحط لها بنزين. اخوها قال لها عربية ايه اللي اديها لها؟ هي ردت الفلوس اللي كانت مستلفاها منك. قالت له فلوس ايه بس، اللي معايا معاها وانا وهي حبايب وصحاب. انزل مون العربية زي ما بقول لك ومالكش دعوة. اخد منها المفاتيح ونزل علشان يدي العربية لصاحبتها. في نفس اليوم صاحبتها راحت المشوار بالعربية ورجعت. قالت لها معلش بقى انا اتخبطت بالعربيه وهتحتاج منك شويه اصلاحات، متضايقه؟ قالت لها لا مش متضايقه، بس المهم انت كويسه؟ قالت لها ايوه كويسه ما تقلقيش عليا. هنا اخوها قال لها بصراحه اللي بتعمله صاحبتك ده زياده عن اللزوم، مفيش حد بيعمل كده، وانت كمان طيبه معاها جدا. قالت له دي صاحبتي واللي معايا معاها وهي عمرها ما استخسرت فيا حاجه. وبعد فتره كانت قاعده في مكتبها، دخلت عليها السكرتيره فجاه وهي مخضوضه، قالت لها الحقينا، للاسف شريكك في الشركه أخد مرتبات الموظفين كلهم اللي كانوا في الخزنة ومشي وسافر، ومش عارفة أصرف للموظفين مرتباتهم منين. قالت لها خلاص ما تشغليش بالك انت. كلمت صاحبتها وكلمت أخوها، بس أخوها جه الأول. أول ما دخل المكتب قالت له أنا محتاجة فلوس ضروري سلف لمدة شهر. قال لها في الحقيقة أنا ما معيش فلوس، أنا اشتريت عربية. قالت له طيب ولا أي فلوس معاك زيادة؟ أنا عاوزة أدفع مرتبات الموظفين. قال لها لا ما معيش حاجة خالص. قالت له طيب خد مفاتيح العربية بتاعتي وبيعها بأي سعر، المهم تجيب فلوس. قال لها وليه أبيعها لحد غريب؟ ما اشتريها منك أنا، هروح أتمنها وارجع لك. وهو خارج من الباب قابل صاحبتها، قالت له استنى عندك. أخدت منه المفاتيح ودخلت لصاحبتها وحطت لها على المكتب شنطة مليانة فلوس، وقالت لصاحبتها الشنطة دي فيها 1,000,000 والبطاقة دي فيها 2,000,000، خدي اللي انت عاوزاه. وسابتها ولسه هتخرج فنادت عليها وقالت لها انت جبت الفلوس دي منين؟ مش دي فلوس الشغل بتاعك؟ قالت لها يا ستي مش مهم، كله بيتعوض، المهم انت تبقي كويسة وبخير وصحتك كويسة. احيانا الغريب بيكون احن عليك من القريب. يا ترى لو وقعت في مشكلة مين اللي هيقف جنبك، اخوكي ولا صاحبتك؟ منتظرة ردكم في التعليقات، وصلوا على النبي.